عسلامتكم. وصفة اليوم هي من أشهر الوصفات التونسية، وهو الطاجين التونسي. أما مرة هذه مش نطيبوها على طريقتي أنا. ناخذ كعبتين بطاطا نقصوهم مكعبات صغار ونقليهم في الزيت، ومن بعد نذبلو شطر البصلة مع شوية معدنوس، نذبلوهم شوي منذبلوهمش برشا. ناخذ تقريبا 400 جرام سكالوب، شطر البصلة وشوية معدنوس، نفوحوهم بالملح والفلفل الأكحل ونرحيوهم. بعد ما رحينا اللحم نتحصلوا على الخليط هذا، ناخذ نعملوا دي بولات، لهم كبار برشا لهم صغار كيما البنادق، في حجم البنادق. وتو ناخذ بلاتو ندهنوه بشوية زيت ونصفوا فيه لي بولات. وتو نزيدوا البطاطا اللي قليناها، ونزيدوا الفرماج، انا استعملت ايمونتال وموتزاريلا، ونزيدوا الزيتون، وناخذوا صحفة نركضوا فيها 5 كعبات عظم، معها شوية البصل والمعدنوس اللي ديجا ذبلناه، وشوية ملح وشوية كركم. نصبوا خليط العظم وندخل البلاتو للفرن 180 درجة لمدة 35 دقيقة تقريبا، انتي والفرن متاعك. طاجين احضر. بعد ما يبرد الطاجين نقصوه، نحكي لكمش على البنة ياسر جابني، جربوه ما تندموش. والكعابر من داخل لي بولات روعة روعة، هاكم تشوفوا فيهم بالجنب. كان عجبكم طاجيني متنساوش باش تعملوا لي لايك وتخليلي كومنتير، واللي اول مرة يزور قناتي متنساش باش تشترك. الى اللقاء في الوصفة القادمة.